اهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام. النهارده بامر الله هقول لكم على الطريقه الصح الامنه لتمليح السمك، وازاي نتفادى اي خطا يحصل مننا اثناء التمليح عشان تاكلي احلى فسيخ ممكن تاكليه في حياتك بالملح والمعيار المظبوط ليه وعدد الايام والجو الملائم ليه. كل حاجه بامر الله تعالى هنتكلم فيها النهارده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الجمال واللي يفتح النفس ده اتعمل ازاي. مبدئيا كده انا بجيب السمك البوري، كلنا عارفينه، اللي هو بوري المزارع، اللي هو ظهره عريضة بالشكل ده وراسه تخينة مش مدببة، لأن المدببة دي بتكون التبارة. طبعا احنا بنجيب البوري بيكون أفضل طبعا في التمليح. بغسله تحت الحنفية وهو واقف كده. بغسل الخياشيم كويس جدا من أي دم زيادة فيها وأي حاجة موجودة، والسمكة واقفة كده. ما بقلبهاش عشان خاطر السمك ما يخشش جوه البق السمكة ويدخل على البطن، فبراعي الحتة دي جدا. وبعدين بصفيه بقى على المصفى فترة ساعة أو ساعتين، وبعدين بجيب مناديل مطبخ وافرش عليها السمك بالشكل ده. النهاردة أنا جايبة سمك حجمه كبير، السمكية كيلو، يعني دول 4 كيلو من السمك، 4 سمكات. تمام. بعمل ايه؟ بفرشهم كده على مناديل مطبخ. في الوقت ده انا بكون جايبه مروحه وبصلاتهم عليه، ودي امن حاجه ليكم بحيث كمان ان ما يجيش اي دبان عليه، لان المروحه بتطير اي دبان او اي هاموش عليه. فبشغل عليه مروحه لمده ساعه وبقلبه على الناحيه التانية لمده ساعه تانية لحد ما ينشف معاكي تماما، وبقلب فيه كل شويه من جميع الاتجاهات لحد ما ينشف تماما من جميع الاتجاهات، ما يكونش فيه نقطه ميه واحده. وانتوا هتحسوا بده، المنظر بتاعه هيتغير، القشور هتلاقوها نشفت، كل حاجه هتلاقوها نشفت. بصوا نشف ازاي، والخياشيم والبق كل حاجه نشفت معاكي تماما. المرحله اللي بعد كده ببتدي ان انا اعمل له مساج او تطريه اللحوم، او بفصل سلسله اللحم وانا كده بتكه من ناحيه الديل، خاصه ابعدي عن ناحيه البطن عشان ما تطلعليش مصارينه، فطبعا يكون الدنيا باظت معاكي خالص. انا ببعد عن منطقه البطن اللي هي الخرم اللي بيبقى من تحت ده، بمسك الديل وبطريها وبعمل لها زي مساج كده. اول ما تطرى معايا خالص ببتدي ان انا املحها. انا بملحه بملح فقط، ما بحطش على الملح اي حاجه، ودي الطريقه الصحيحه بتاعتنا بره. معيار الملح المظبوط لكل كيلو سمك بياخد كوب معياري ملح صخري، الملح الرشيدي، الملح الخشن، سعره رخيص جدا، بيتباع عند اي عطار اللي هو كده. تمام. بملحه ازاي؟ انا بجيب السمكية بملحها من الخياشيم ومن البق، بملى الخياشيم وبملى البق بس. وطبعا السمكية بتكون ناشفة، فانا ممكن اوزع شوية لحمة عليه كده، ملح على على جسم السمكة نفسه، ولكن هو مش هيثبت لان اصلا جسم السمكة ناشف. فانا بتوصى بالخياشيم وبتوصى ببق السمكة. وبعد كده بجيب الاكياس او علب، مفيش مشكلة ما عندك، بس اهم حاجة تكون محكمة الغلق. انا ما عنديش علب تكفي حجم السمك عشان السمكية كبيرة، فجبت اكياس كبيرة واديت طبقة كده حلوة من الملح الصخري ده، وبعدين رصيت السمكة راس جنب ديل بالشكل ده. هرص ال4 سمكات في الكيس جنب بعضيهم. طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها والحجم اللي انت عايزاه، واللي هنتكلم في كل مدة تمليح بالاحجام بتاعته بكل حاجة، مش هخليكم محتاجين اي معلومة خالص بامر الله تعالى في الفيديو بتاع النهاردة. ابتديت ان انا احط ال4 سمكات كده جنب بعضهم، وطبعا لازم اراعي ان كل سمكية تحتيها طبقة من الملح، وباقي الملح برشه على الوش بالشكل ده. وزي ما اتفقت كل سمكة، كل كيلو من البوري، سواء بقى الكيلو ده عمل معاكي سمكتين او اي حاجة، المهم الكيلو بياخد كوب معياري ملح صخري او الملح الخشن، وده افضل طريقة ليه يا جماعة. دي الطريقة الصح بتاعت بلده، هي دي الصنعة المظبوطة ليه. طبعا هنا بقى لازم نغلفه كويس جدا بالاكياس، كيس ورا كيس ورا كيس على قد ما تقدري. اللي احنا بنعمله احنا بندفي السمك او بنخليه دافي، وبنخليش اي هوا يدخل جواه، لان اي هوا هيسبب ان هو لا قدر الله لا قدر الله يدود. واحنا انا بعد ما حطيت الكيس جبت بلاستر وحطيت حوالين داير بلاستر، ورجعت حطيت كيس تاني، وبعد كده عشان برضو اكتمه وابقى ضامنه لفيته بستريتش راب بالشكل ده. وبعد كده هنفتح بقى عليه، ويلا هقول لكم بينا هنفتح نفتح عليه. على الفسيخ بتاعنا. اللحظة اللي مستنياها بقالي كتير جدا، عايزة اقول لكم قد ايه انا متشوقة ان انا افتح عليه جدا. يا جماعة انا بعشق الفسيخ، وانا بفتح كده بقى على الفسيخ عايزة بقى اوجه رسالة، واحنا في الاول كده عشان نبقى على نور، لاي حد بيفكر يفتح كيبورد تليفونه عشان يكتب يع او اف او قرف او ايه ده عايزة اقول لكم انتوا هوا بالنسبة لي، انا لا اراكم. تمام. ونشوف بقى الجمال بتاعنا ده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مخشخش بلغة الفسخانية. شايفين الفسيخة عاملة ازاي؟
مخشخشه، يعني زبده طريه. هنشطفها شطفه كده بقى سريعه تحت الحوض، ويلا بينا نفتح على الفسيخ بتاعنا. طبعا مده التمليح تعالوا بينا بقى نتكلم فيها مع بعضينا واحده واحده. السمكه معاكي لو حجمها او وزنها كيلو هتاخد معاكي 13 يوم، لو كيلو الا ربع هتاخد معاكي 10 ايام، لو نص كيلو هتاخد معاكي اسبوع، 3-4 حبات في كيلو هتاخد معاكي 5 ايام. تمام كده؟ هيطلع معاكي زبده بالشكل ده. وزن السمكه اللي بيفرق في عدد الايام يا جماعه. تعالوا بقى نفتح كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده يا جماعه وانتوا بتنضفوا السمك، في معلومه انا عرفتها من حد موثوق فيه جدا، ان قشر السمك من بره بلاش تكهتيه في الاول، خليه ليه رغم ان هو بيضايق وكده. الفكره ان انت ممكن وانت بتكحتيه اللي يحصل ان المراره اللي جوه السمكه تفرقع فتديكي مراره للسمكيه كلها، حتى لو انت مملحه صح. تمام؟ فبلاش نكحته ونفتحه على طول والقشره موجوده فيه. شايفين بقى الزبده دي يا جماعه؟ شايفين الجمال واللون البينكي والزبده والجمال ده؟ بسكينه كده بقى وهنكحت. بجد يا جماعه زبده وملحه مظبوط على الشعره. تمام. انا بقى عايزه افتح واحده تاني معاكم، وانا اثناء ما بفتحها تعالوا نتكلم في الاجواء الملائمه ان احنا نخلل فيها او نملح فيها الفسيخ. الفسيخ يا جماعه ما بيحبش جو البارد من الاخر، يعني احنا مثلا لو جينا ملحناه في فصل الشتاء هو اللي هيحصل ان هيبقى حلو كل حاجه بس مش هيبقى زبده كده، هيبقى ناشف شويه. تمام. فالافضل ان احنا ندفيه على قد ما بنقدر، علشان خاطر يعني احنا لو هنعمله في الشتاء يبقى يدخل جوه المطبخ او ضرفه من ظرف المطبخ بحيث ان يبقى الجو حر على قد ما بنقدر عشان يبقى معاكي طري بالشكل ده. يعني ما نحطوش على سيراميك، ما نحطوش على بلاط، علشان الكلام ده هيخليه ينشف معاكي خالص. يبقى الفسيخ بيحب الجو الحار. يعني انا المده اللي انا اتكلمت عليها دي احنا اللي هي المده الحاليه اللي هو في شهر 4 في الجو اللي هو لا ساقع قوي ولا حر قوي. اما لو انت هتعمليه في حر بقى فبنقلل عدد الايام اللي انا قلت عليها، يوم او يومين من كل حاجه من كل مده انا اتكلمت عليها فيكم. تمام كده. تعالوا بقى نشوف نفتح واحده تانية. بجد يا جماعه انا اول واحده فتحتها من الظهر، التانية واحده دي فتحتها من البطن، يعني هتفتحي من كده او كده الاتنين حلوين جدا، والاتنين هتعرفي تخليهم كويس قوي بسكينه كده، ظهر سكينه، وهتعرفي تخلي معاكي حلو جدا. مظبوط يا جماعه على الشعره بجد بجد بجد. يعني مهما اقول لكم كلمه مظبوط دي امشي بس، يعني كل ما حدش بيتكلم في معيار الملح، اي حد يقول لك هاتي ملح وحطي بس ما حدش بيتكلم في المعيار. انا قلت لك المعيار المظبوط ليه اللي هو بجد كوبايه ملح لكل كوب معياري، يعني لكل كيلو اصفى من السمك كوب ملح معياري. مش محتاجين بقى اي حاجه غير ان احنا نحط عليه شويه زيت كده من على الوش، وطبعا مع البصل الاخضر، وعيشوا بقى يا جماعه 20-30 رغيف كده، وبجد يفتح النفس. نظافه. والله 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 نسيت اتكلم معاكم في النقطه ان وحياه ربنا مفيش ريحه ليه نهائي من اللي هي بتضايقكم دي خالص. حاجه نظيفه ومعموله في البيت وانت ضمناها وقدامك، وكل حاجه معموله باكمل صوره ليها. فجربوه، جربوا طريقتي فيه مش هتندموا ابدا. مع البصل الاخضر بقى وعصير الليمون كده بقى وفي العيش يا جماعه بجد الموضوع يجوع على الاخر، مع اني لسه واكلاه بس جوعت تاني. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا لكم. مع الف سلامه.